من طول الغيبات جاب الغنايم، يعني احنا ما نلتقي فيك الا وفي غنيمه في يدك، واكيد ميداليه جميله وكاس جميل. قبل كل شيء حدثني عن سر الغياب، من المستحيل ان تكون مصادفه ان يغيب محمد شلوب في اغلب المباريات عن الظهور الاعلامي، في شيء كان يمنعك؟ لا والله ما كان في شيء، وترى مو مع الجزيره، انت قلت الجزيره تحديدا بالعكس يعني اللي اشوفه لا عيانه يعني. لا اي هو كم مره صح انك تقول لي لكني اعتذرت، لكن مو معك والله، مع كل القنوات، ويمكنك ما لاحظني حتى في الفتره اللي راحت. بالعكس الجزيره عزيزه ومن جد يعني غاليه علينا، ولا يمكن اني في يوم من الايام اني انا اقاطع الجزيره هذه بكل امانه، لكن عاد اعذروني طبعا ما في اي سبب، كان مع جميع الاعلاميين ما في اي سبب، كان يعني تركيز بس مني، هذا بس اللي في ناس تقول اذا جاء الدوري الانجليزي مع الجزيره ومانشستر مع الجزيره خلاص محمد بيطلع في كل مباراه. طبعا لا للامانه الاشياء اللي جالسين تقدمونها، جالسين تمتعونا في كل دوري، ويكفي تشامبيونز ليج، يكفي اليوفا بعد، يعني كل شيء بصراحه متميزين فيه في الدوري السعودي، في كل شيء ما شاء الله لا اله الا الله. ما شاء الله القابك يعني تفوق القاب بعض الانديه، تحدثنا عن هذه المشاعر تحديدا وانت تحضر في هذا اللقب مع نادي الهلال، تقريبا الموسم الثاني على التوالي بالنسبه لك في مسمى دوري زين السعودي. الحمد لله طبعا، الحمد لله شكر لله، كل الشكر والتقدير كل اللي قدموا لي، سواء شكر وتقدير لاخواني اللاعبين، يعني الامير عبد الرحمن اللي ما قصر معنا، ما قصر معي يعني بالذات كبقيه اللاعبين، حقيقه يعني ما قصروا، يحرجونا جالسين يحرجونا، والحمد لله يعني إننا جالسين نقدم، الحمد لله ربي يوفقنا ونفوز، يعني ألف شكر للجميع، للمدرب حتى اللي ما قصر معنا، يعني هذه بطولة الجميع فبنفرح، وباقي إن شاء الله بنفكر عندنا بطولة مهمة الكل يعرفها بنفكر فيها. سالفة العرس والله كذا ما ابغى اقول لكم مرضيني فيها، لكن عاد الله يكتب لي فيها الخير ان شاء الله. الزملاء في الاستوديو يبدو بان هنالك مداخله من الزميل عبد العزيز البكر. عبد العزيز الكلمه لك، وان كنت تريد تكرار سيناريو الموسم الماضي بالحديث مباشره مع محمد، جاهزين؟ اول شيء اكيد بالتاكيد زميلنا مساعد بدنا يكون حوار مباشر مع الزميل والكابتن والاخ والعزيز محمد الشلهوب. طبعا لا اخفي الفرحه الكبيره. الزملاء في الاستوديو. نعم محمد، اول شيء انت وينك؟ انت صار لنا فتره ندور عليك. الف مبروك محمد شلهوب، معك اخوك عبد العزيز البكر. الله يبارك فيك اخوي عبد العزيز، والعذر والسموحه على الايام اللي راحت يعني اللي انقطعت فيها، لكن والله مو معكم، يعني كان من جميع الاعلاميين، وارجو انكم يعني تعذروني. طيب محمد، انا معي واحد يحبك كثير، هو ما يلعب مع الهلال، يلعب مع النصر، ولكنه معجب جدا بمحمد الشلهوب. تفضل كابتن. السلام عليكم محمد، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اخوك الكبير محيسن الجمعان. سم اخوك الكبير محيسن الجمعان. ونعم والله ونعم يا ابو عبد الله، والله مو انت اللي تحبني، انا اللي احبك كثير يا حبيبي يا محمد انت صراحه مثال يقتدى به، يعني اخلاق وادب وفن. احنا كنا نقول انه اللاعب اذا كان فنان داخل الملعب نريد منه اخلاقه هذه تنعكس برا الملعب. انت بالفعل الجميع يحبك محمد، النصراويين، الاهلاويين، الاتحاديين، الشبابيين، جميع الناس اللي في المملكه تحبك، تستاهل انت الحاجه هذه محمد. الحاجه هذه ما تجي من فراغ، ترى انت سويت الحاجه هذه وسويت الانجازات هذه من نفسك، الله وفقك واعطاك موهبه، انت عكست الموهبه هذه داخل الملعب وخارج الملعب. انا بالنسبه لي احبك لله في الله ومن زمان، يعني انت فعلا نموذج طيب بالنسبه للشاب السعودي، الله يوفقك يا محمد. شكرا لك ابو عبد الله. نبي العرس عاد، ها والله ان شاء الله الله يوفق، لكن والله كلام كبير علي، لكني اعتز واتشرف والله يا حبيبي يا محمد، وان شاء الله اني انا اكون قد الكلام ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله في الجاي. تسلم محمد. الله يطول بعمرك ويوفقك ان شاء الله. شكرا يا حبيبي، يعطيك العافيه. الله يعافيكم ان شاء الله. شكرا للكابتن محمد الشلهوب، الكلمه والصوت.